فاكرين لما قلنا في الشرح اللي فات هعلمك طريقة جامدة؟ قلت هات حولنا المشاهد لترند فيديوهات. قلت ابدأ القناة احاول يا ريس. اخويا قال لي ها شكلك بتهيس، والنتيجة اهي جايين نعرضها في شهر واحد بس عملنا رقم كويس. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتدعمنا بلايك جميل وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. طب يا جماعة هنبدأ باليوتيوب مرورا بالتيك توك وهنختم خالص بالمفاجأة الكبرى، شركة ميتا، فيسبوك والانستا. يعني حاجة مش هتتخيل الارقام اللي هتشوفها. اولا اليوتيوب زي ما انت شايف كده احنا بدأنا القناة واول فيديو نزلناه كان يوم 26/6، وطبعا احنا كل محتوانا هنا بالطريقه اللي شرحناها في الفيديو اللي فات. لو انت حابب تجرب الطريقه وعايز تعرف بتتعمل ازاي ارجع للفيديو اللي فات هتلاقي فيه كل التفاصيل. ونزلنا في تاني يوم مباشره بالفيديو اللي عمل قلبان في القناه، وبصراحه هو اللي عمل التفاعل الجامد على القناه. وزي ما انتم ملاحظين كده احنا فيما يقارب الشهر رفعنا 23 فيديو، ولو دخلنا على الاحصائيات الكامله للقناه هتلاقي كل حاجه انا بتكلم عنها. وصلنا لعدد مشاهدات على القناه داخل في 400,000 مشاهدة، ووقت المشاهدة بالساعات 1700، والمشتركين عدينا 625 مشترك. وكل ده يا جماعة في أقل من شهر، احنا لسه كمان يومين لسه هنوصل شهر. وكمان أنا مش بنشر بانتظام، يعني دول 23 فيديو في شهر، يعني في 7-8 فيديوهات في 7-8 أيام كده أنا ما نشرتش فيهم أصلا، بس كانوا متقطعين. ولو دخلنا على التيك توك هتلاقي مفاجأة أكبر، عدد مشتركين وصل ل 2900 مشترك. إن احنا في المشاهدات جبنا 233,000، وكمان تسجيلات إعجاب تخطت 7,700. وكمان المفاجأة الأكبر إن مش بنفس عدد الفيديوهات هنا ما كملتش 20 فيديو. هتقولي إزاي هنا أنت مش مكمل 20 فيديو مع إنك في اليوتيوب ناشر 23 فيديو؟ هقولك إن أنا حاولت أجرب إنشاء تيك توك بيتا. طبعا احنا كلنا سمعنا عن الموضوع ده وازاي انك بتكسب من المشاهدات زي اليوتيوب بالظبط. ان شاء الله اول ما تتفعل الارباح هنشر لكم تفاصيل كامله عن المشاهدات وكمان النسبه اللي بيدفعها التيك توك مقابل المشاهدات دي. دخلنا على القناه الجديده في لمحه سريعه زي ما قلت لك كده، انا اخدت فيها كام فيديو كده من اللي نشرناهم على اليوتيوب وبدات ان انا انشرهم هنا. طبعا ما حبيتش اقرر انشر هنا وفي القناه القديمه علشان لما تتفعل الارباح ما يقولكش ان في اعاده نشر محتوى، لان في قوانين في دفع الارباح في التيك توك فلازم نخلي بالنا منها من الاول. زي ما انت شايف كده جمعنا 350 متابع و1300 لايك، يعني حاجه كويسه جدا اصلا في فيديوهات احنا ما كملناش 8-9 ايام نشرنا فيهم الفيديوهات دولت. الصعقة بقى والمفاجأة الكبرى كانت في ميتا من فيسبوك والانستا. بصراحة انا مليش فيهم خالص ومش بفهم فيهم جدا، فقررت ان انا امشي فيهم زي ما بمشي في اليوتيوب وفي التيك توك. فدخلت عملت صفحة عادية على الفيس وعملت نفس الصفحة على الانستا وربطتهم هما الاتنين داخل ميتا بيزنس، وبدأت ان انا انشر من هنا على طول المحتوى بالشكل اللي انت بتشوفه ده. ببدأ اضغط انشاء مقطع ريلز وابدأ ارفع المحتوى بتاعي، فبيترفع على القناتين مرة واحدة، الفيسبوك والانستا. فبدأت ان انا اتابع بقى ايه اللي بيحصل في القناة، فللأسف يعني حاجات لا تسر الناظرين بصراحة. يعني انت شايف الارقام اللي ظاهرة قدامك، يعني اخر فيديو نشره جايب 4 مشاهدات على الانستا ومشاهدة على الفيس. مش عارف بقى ده عدم تركيز مني ولا غباء من الاخرين، الله اعلم يعني. فوالله لو حد عنده خبرة في مجال الفيسبوك والانستا يا ريت يتواصل معاه، ويعني كتر خيره وربنا يبارك فيه، يعني نحاول يفيدنا واحنا نفيد الناس برضو. لو هو عايز يطلع يفيد الناس بنفسه يبقى كتر خيره جدا يعني. هجيب لك تحليلات بقى، هجيب لك تحليلات يعني. احنا لو دخلنا كده على قسم التحليلات مثلا هندخل كده على الرؤى ونشوف الرؤية النهاردة على ايه. زي ما انت شايف كده طبعا دي متعلقة بصفحة الفيسبوك، وزي ما انت شايف كده المشاهدات ما كملش 300 مشاهدة، الوصول ل 130 مشاهدات. ايه يا عم الارقام دي بصراحة ارقام ضعيفة جدا جدا. وطبعا كمان لو غيرنا كده وخليناها الانستا ونبدأ نشوف كده، يعني في مشاهدات اكتر، وصلنا ل 3200 مشاهدة، وصلنا الوصول ل 2600، بس برضو ارقام ضعيفة جدا. 23 فيديو
يعني الارقام صعبة جدا. وطبعا لو لاحظت كده المتابعين مفيش، متابعين الانستا 3 ومتابعين الفيسبوك 1 يعني كتر خيره الواحد ده اللي اشترك عندنا يعني. دلوقتي هنعلن عن الفايزين في المسابقه الاخيره. المسابقه دي طولت شويه بس علشان كان في ناس كتيره ما تعرفش عنها، واول ما وصلنا لعدد مناسب من التعليقات خلاص هنعلن عن الفايزين. هناخد كده الرابط بتاع الفيديو والنسخ وهنبدا نروح للموقع اللي احنا هنعمل فيه السحب العشوائي، وهنحط هنا الرابط كده بالشكل ده، وهنبدا ننزل للاسفل هنجاوب على السؤال البسيط ده، وهنبدا نقول جيت يوتيوب كومنت الحصول على التعليقات. وزي ما انت شايف كده عندنا 28 تعليق. نبدا ننزل للاسفل كده وندخل على خانه السحب. هنكبر بس بالشكل ده علشان تظهر كل حاجه بشكل اوضح، وهنضغط بسم الله. ده الفائز الاول اللي هيكسب معانا الساعه، ومبروك اللي كسب معانا الساعه الديجيتال علي برو. بس هو مش كاتب التعليق بتاع الاجابه بتاع السؤال ده، كان بيتكلم عن حاجه تاني. فللاسف يا علي هنعمل اعاده سحب للساعه الديجيتال. فهنرجع تاني كده بالشكل ده وهنبدا نضغط ستارت. والفائز هو الفائز معانا ميدو محمد. يا ريت بس تتواصل معانا على الفيسبوك علشان نقدر نوصل لك الهديه بتاعتك اينما كنت داخل مصر، وطبعا قيمتها لو انت خارج مصر. طيب دلوقتي هندخل على السحب الثاني والفائز بالهاند فري. هنضغط هنا وهنبدا نقول بسم الله. والفائز هو الاسامي دي مش عارف الاسم ده، ما دن. المهم هو مبروك عليه كسب الهاند فري. والفائز الاخير وهو اللي هيكسب 100 جنيه كاش هتتبعت له على اي محفظه خاصه بيه داخل مصر او خارج مصر. نبدا نضغط بالشكل ده وهنبدا نضغط ستارت. والفائز هو محمد سيد. طيب محمد سيد ده كسب معانا المره اللي فاتت هاند فري، فللاسف مش هنقدر ان احنا نعترف بيه كفائز في المسابقه دي لان دي جايزه اقل. يعني لو كنت ممكن تكسب الجايزه الاعلى كنا ممكن نوافق، لكن للاسف دي الجايزه الاقل. فهنعمل اعاده سحب وهنبدا نضغط ستارت. والفائز هو احمد حسن. برضه ده كسب المره اللي فاتت 100 جنيه كاش، فمش هينفع يكسب برضه. يعني هو كسب اصلا 100 جنيه كاش المره اللي فاتت، فللاسف مش هينفع برضه. فهنضغط مره اخيره ويا رب يجيب لنا فائز جديد بقى. بسم الله. والفائز هو لين محمد. مبروك عليك يا لين، انت كسبت 100 جنيه كاش الحمد لله. اخيرا لقينا فائز. وبس انتوا تواصلوا معانا على صفحه الفيسبوك وهتوصل لكم الجوائز بتاعتكم اينما كنتم وباي طريقه انتوا عايزينها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الشرح عجبكم ويا رب تستفيدوا من الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.